السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه عالم محمد اسلام. عواشركم مبروكه. كما كتلاحظوا اليوم راني درت واحد الرغيفات اللي تيجيو البنات رائعين بزاف، نتمنى انكم تجربوهم. وغادي ان شاء الله غادي نديرهم انا في نهار العيد، وقلت علاش لا ما نديرهمش ونوريهم للبنات بهذه الطريقه هذه اللي كيجيو زوينين ومورقين كما كتلاحظوا. راني صورت لكم التورق ديالهم بمكونات يعني بسيطه يعني ورائعه رائعه بزاف. كيجي يعني الملوي يعني مقرمش في نفس الوقت، يرطب بزاف ومورق. طريقه سهله، ما عليكم الا تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، وما تنساونيش بلي لايك ديالكم وبالتعاليق كذلك الرائعه. وتابعوا بهاد المقادير ان شاء الله بالنسبه للبنات المبتدئات يعني وما كيصدقش لهم الرغيف او اول مره غتجربي الرغيفات. يعني كنصحك انك ديري هاد الطريقه هذه اللي كتجي سهله بزاف. هما المقادير اللي ساهلين وبساطين، ولكن طريقه اللي جديده. هنايا عندي جوج سلايف ديال طحين ابيض، وهنا عندي الدقيق الصلب يعني فينو، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، ومعلقه صغيره ديال السكر والملح يعني على حسب الذوق، والماء بارد. ما ديروش البنات الماء دافي او لا ساخن، ديروا الماء بارد. يعني معروف بالملوي راه كنعجنوه بالماء بارد، ولكن ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الطريقه ان شاء الله اللي غادي تعجبكم الناس. هذه هي الطريقه اللي غادي نوريكم اللي كتجي سهله كما قلت لكم. غادي نديروا غير فينو في الخلاط الكهربائي والمكونات كامله، من غير هذاك الدقيق اللي درنا الابيض، غير الفينو بوحدو غادي نطحنوه مع الماء البارد. تقريبا داك الزلافه درت معها 3 كيسان ديال الماء. هنايا طحنته في مولينيكس كما كتلاحظوا. خلط كهربائي، الا كان بان لكم ناقص الماء زيدوا واحد شويش الماء. بالنسبه للماء ما تكثروش البنات عاوتاني الماء بزاف باش ما يجيكمش داك جوج زلايف اخرين باش يقدونا. ديروا غير القياس اللي قلت لكم، 2 كيسان اولا 3 كاع، يعني على حسب تكفينوا اللي عندكم واش كيشرب ولا لا يعني الماء. نتوما عندكم ميزانكم يعني يجي يعني قياس البغرير، بحال كديروا البغرير هكا كيجي الخليط. هنا غادي نكب هذا الخليط هذا اللي قلت لكم كيجي بهذه الكثافه هذه. شوفوا كيفاش كيجي يعني رائع. غادي ندير داك جوج ديال الزلايف ديال الدقيق. وبالنسبه للدليك راه ما كندلكوش بزاف، كنخليوه يعني شويه حيت يكون ديجا عندنا كيكون مصايب، يعني ما يحتاجش الدليك بزاف، كيكون عندنا مطحون. انا غادي نغربل هذا الدقيق هذا شويه بشويه، وغادي نبدا نعجن فيه يعني جوج سلايف حتى البنات. انا دلكتها بالنسبه لك كانت بانت لكم انها راه خصها شي شويه تزيد الماء، شرشيشات زيدوها شرشيشات ماشي مشكل. ما تدلكوهاش بزاف. نتوما غادي تلاحظوا ملي ان فوا كتبقاو غير تخلطوا داك الدقيق كتولي راها مجموعه معكم، كتجيكم ساهله. نتوما كما كتشوفوا انا وريتكم كيفاش كنجبد فيها وما كتقطعش، يعني كتجي هائله وزوينه. ما كتقطعش عاوتاني معكم ملي كتسخن. هنا البنات خديت الزيت، بالنسبه ندير وحده فيها الزيت يعني بوحدو، وحده غادي ندير معاها تقريبا واحد 2 معالق ديال الزبده، وغادي ندير معاها خماره ديال الحلوى وحده اولا نصف على حسب نتوما والكميه اللي عندكم في تحتاجوها. بحال دابا انا هذه واخا هكاك غنزيد ندير بها عاوتاني عجينه اخرى لغد ليه. زدت درت خماره وحده، وانا غادي ندير فينو وغادي نخلط. هاد الخلطه هذه هي اللي غادي تورقوا بها يعني الوسط، كتجي هائله وزوينه وكتسهل عليكم بلا ما كتبقاو ترشوا الفينو من الداخل اولا السميد. يعني كدهنوا غير هاد الخليط هذا صافي، وكيجي خليط رائع وزوين. وكتخليوه في الثلاجه بحال هكا كنتو غدي مثلا غديروا مسمن، خليوه في الثلاجه وما كيطرالو حتى حاجه. من بعد ما خليناه واحد 4 ساعة ولا 10 دقائق على حسب ما زعما درت هاد العجينه اللي كنديرها انايا كنورق بها لداخل. بعد ما صايبتها وجدت يعني البلاصه اللي غنخدم فيها، انا كنخدم البنات فوق الرخامه ديال الكوزينه، كيعجبني نخدم فيها. صافي هادشي اللي كاين. قطعوا قطع متساويه، ما كنتوش تقطعوهم متساويين، ديروا الميزان باش يجيوكم الرغيفات متساويين. هادشي اللي كاين البنات. صافي غادي دابا نبدا نقطع فيها كل كامله، غنقادها ونستفها حدايا ونبدا نخدم وحده بوحده. ونبدا نطيب فيهم، يعني نخدم 3 ونبدا نطيب، ما نخلي واحد راه فيها الخميره، يعني بداو نتوما تقادوا فيها وتكون البوطه حداكم تبداو طيبوا فيها نيشان.
هادشي اللي كاين البنات. نتمنى هذا الفيديو كما قلت لكم يعجبكم، ونهار العيد ان شاء الله اولا ليله العيد ديروهم وديروهم في المجمد اولا في الثلاجه وسخنوهم في الصباح كيجيو هائلين وزوينين. كما كتلاحظوا شوفوا العجينه كنرققها وما كتقطعش، كتجي هائله البنات، رائعه. هذه هي السر ديالها، هي داك العجينه اللي كدير من الداخل عاود ديال الفينو، كنخلطو مع الخميره مع الزبده مع الزيت، هو كيجي رائع. ما تكثروش بزاف ما يجيكمش ميدم، يعني القياس هو هذاك. انا ملي كنبغي نطيبهم البنات في المقله ما كنزيدهمش الزيت بزاف، يعني غير شويه، غير بحال كندهن غير صبيعاتي وكنبدا نقلب باش ما يجيش المسمن يجي ميدم. هادشي اللي كاين. كما قلت لكم الا كنتي اول مره كتشوف قناه عالم ام محمد اسلام، ما عليك الا تضغط على الزر الاحمر اللي فيه اشتراك، صابوني سبسكرايب، وفعلوا داك الجرس كذلك اللي حداه باش ينفو نحط شي فيديو يطلع عندكم يعني الاشعار بالفيديو اللي غننزل، ودخلوا شوفوه وهجموا ليا. هنا البنات انا غادي نبدا نسرح فيهم، وحاولوا تركزوا على داك الجنيبات اللي كيكونوا في الجنب. انا كنحاول نركز عليهم القنيسات باش ما كيجيوناش غلاضين. من بعد ما درت المقله تسخن، المقله راه حطيتها حدايا تسخن صافي، ونبدا نديرها شويه، رشها بشويه ديال الزيت. هنايا كما قلت لكم كنستعمل غير الزيت، ما استعملوش الزبده ولا غير الزيت بلا زبده بلا حتى حاجه صافي. ونبدا نحط في المقله. انا المقله رشيتها بالزيت، غادي نبدا نحط فيها. وان فوا الناس كتحطوا بحال هكا بحال اللي انا نوريكم دابا، شي كندهنها غير بشويه الزيت، يعني غير رشيشه ماشي بزاف باش ما تجيكمش ميدمه. وكنقلبها يعني نيشان، كنقلبها باش كتكمل يعني باش كتجي منفوخه. ما كنخليهاش انا حتى يشبر فيها الطياب. كنقلبها ديك الساعه كنقلبها، وكتبدا تنفخ معاكم. كتجي هائله هائله، الرغيف كيجيو زوينين. نتمنى كما قلت لكم تجربوا هاد الرغيفات، وردوا عليا يعني في التعاليق كيفاش جاوكم، واش عجبكم ولا ما عجبكوش. وان شاء الله انا متاكده 100% غادي يعجبكم. بالنسبه لي انا ما بقاش ندير الزيت، نبقى غير نقلب فيها بداك الزويته ديجا اللي كنت درت ليها. كما قلت لكم باش ما تجيكمش ميدمه. ما تنساوش التعاليق الجميله اللي كتخليو ليا في اخر الفيديو. مع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله.